هتدمر سيبها علينا هتولع نار هتبقى دمار كله عشان خاطر أراضينا أول يوم وصلت فيه الصعقة، يعني على بوابة الصعقة قلعت طوب الملكية عموما بمهنتي بشهرتي بأي شيء من هذا القبيل. انسلخت تماما من فكرة الممثل محمد رمضان لفكرة جندي مقاتل محمد رمضان. لازم يكون عندنا عقيدة قتالية ولازم نبقى فاهمينها، هي النصر أو الشهادة. جاهزين يا رجالة؟ الجيش هو عبارة عن أبناء الشعب، يعني من جميع الفئات وجميع الشرايح ومن جميع المحافظات موجودين في الجيش. نبدأ الاسترتشات السويدي، الضغط، العقلة، البطن، وبعد كده نروح نفطر، كل واحد يروح ياخد شاور كويس ونبدأ نرجع للطوابير التعليمية. ده في فترة المستجدين. ولادك هم دول علشانك شالوا الهم تعبوا وشقيوا وشافوا المر علشان مصر وشباب مصر. فكرة الشعارات، يعني الشعارات من بعيد كنت اسمع اقول ايه شعارات، يعني بردد كلمة وبحرك يعني حاجة عادية جدا ما تحسش بيها غير وانت بالافرول ده وفي وسط زمايلك وعلى ارض جيش بلدك وانت بتقول الشعار من قلبك. هتحس بشعور والله لو قعدت اوصف فيه من هنا ل5 6 سنين قدام ما حدش هيحسه غير اللي عاشه. اول يوم ليا في ميدان تطعيم المعركه وانا بعمل اول تدريب، في نص المراحل حسيت ان انا فعلا في حرب، يعني فعلا حسيت يعني بملخ في دراعي ورجلي مش قادره ونفسي اتقطع، وميدان فعلا بيدخلني مود الحرب. طلع 15 متر شبكه هوب صعقة 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 صعقة. يعني هو المقصود بميدان الجبال بحمام السباحة